تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض الراعي الرسمي لأول يوم رمضان، حلة الكرنب والبط بأسهل وأبسط طريقة. تعالوا بقى نبدأ بالبط كده. طبعا جبت البطاية وغسلتها حلو قوي، هعمل لها محلول النقع. هجيب مية وسكر وملح وليمون ومعلقة جنزبيل، وادعيلي بقى على معلقة الجنزبيل ده، هتخلي بجد مفيش أي زفارة في البط. طبعا انا غاسله البط حلوة قوي، ده شرط اساسي. زي ما انتم شايفين كده خليتها زي القشطه. هسيبها بقى في محلول النقع، يعني هسيبها بتاع ساعة كده. هشيلها بقى كده، اروح اشطفها على الحوض وبعدين احطها في المصفى. يعني انا هنا الاول هروح اشطفها على الحوض، انزل منها اي حاجة من المحلول واسيبها في المصفى تتصفى. هجيب بقى ميه مغليه عشان اسلقها، هحط فيها لورا وبصل وجزر وطماطم ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود كده، وهنزل بقى بالبطه كده واسيبها مع نفسها على نار هاديه، وده ضروري جدا على نار هاديه لمده ساعه ونص، من ساعه ونص لساعتين. اهم حاجه النار تبقى هاديه. تاخدي بقى تطعيمه بط تدعيلي عليها. نعمل مع بعض خلطه المحشي. انا هنا هجيب كيلو من البصل، هحط عليه كيلو ونص طماطم عشان انا هعمل كميه كبيره. خلاص هنقلب بقى كده. بعد البصل حطيت ملح عشان يدبل معايا بسرعة، وبعدين هنزل بالطماطم كده. وانتي لو عايزة تشيلي بقى نصيحة، شيلي تسبيكة كده هتنفعك جدا. هنزل عليها بمكعبين من المرق كده عشان الكمية كبيرة. والبهارات بقى بابريكا، بهارات محشي طبعا، ملح، كزبرة، كمون، فلفل اسود، سنة شطة لو بتحبيها سبايسي. يعني بصي حاجة بسيطة قوي، ومعلقة سكر عشان تعدل الحموض. وبجد هتاخدي خلطة محشي هتدعيلي عليها من قلبك. هيطلع طعمه سكر، وكل اللي هيدوقه عندك هيسألك الخلطة دي انتي عاملاها ازاي. خلاص هسيبها تتسبك حوالي ربع ساعة كده، وهكون محضرة خضرة، كزبرة وشبت وبقدونس، كل حاجة كده حزمتين. وهننزل بقى بالخلطة. في المرحلة دي بقى ممكن تشيلي منها لو انتي عايزة تشيلي، ما تشيليش بالرز. خلي الخضرة كده لوحدي، يعني التسبيكة كده على الخضرة لوحدها. لما تيجي تطلعي من الفريزر انزلي بالرز. انا هنا حطيت كيلو من الرز كده ونزلت بيها، والباقي هرفعه الفريزر. او اما عاوزه اعمل محشي هنزله من الفريزر احطه على الرز، يبقى معاكي خلطة محشي في ثانية. هنجيب بقى الكرنب كده. طبعا احنا سلقنا مع بعض الكرنب وقطعناه كذا مرة. اجيب حلة كده احط فيها يعني العروق بتاعة الكرنب كده، ونلف بقى. احنا اتفقنا هنلف ونضغط، نلف ونضغط عشان ما يفتحش معاكي. لازم تضغطي على الصباع كده عشان ما يفتحش معاكي. هنجيب بقى كوبايتين من شوربة البط كده، هنحط عليه بابريكا وفلفل اسود، وعايزه تحطي شطه حطي. وطبعا احنا مش لسه ما ملحناش، فحطيت ملح و3 معالق صغيرين كده من الصلصه. دي اهم حاجه، انك تاخدي كرنب كده محمر وطعمه تحفه. لازم تحطي صلصه في الشوربه. نقلب بقى الكلام ده ودوقي الشوربه مظبوطه. انا هنا حطيت في طماطم كده وفلفل رومي، بيدوا تست حلو قوي مع الشوربه. وهنزل بقى بمقدار الشوربة. وهنا ضروري جدا وانتي بتحطي كده الشوربة على الكرنب، لازم تهزي الحلة عشان تضمني ان كله يستوي ويطلع سوا واحد. ايوه كده، لازم تتأكدي ان الشوربة وصلت لكل محشية تحت. خلاص انا هنا هزيتها ولقيتها تمام. خلاص بصي، لازم اول سطر ما يبقاش فيه شوربة، لان الكرنب بيجيب مية، فما تكتريش عشان يطلع معاكي الحلة مظبوطة. وحطيتها بقى على النار، واول ما هتغلي هوطي عليها. وهنا انا اديت للبط ملح بس بعد ما استوى، يعني اتاكدت ان البطايه استوت، رحت حاطه عليها الملح وبس. هشيلها بقى من الشوربه واحمرها او مش عايزه تحمريها ممكن تدخليها الفرن. بجد طريقه سهله وبسيطه، وهتدعيلي عليها. جربي وانت